اذا هذا النظام المخزني هو الحارس الامين بالنسبه لفرنسا للمصالح ديالها في المغرب. غادي تكون عندنا صفه قنصليه امريكيه في العيون، غتكون عندنا قنصليه اسرائيليه في العيون. لازلنا ننتظر. فرنسا لا يمكن ان تتخلى عن النظام المخزني رغم انتهاكات حقوق الانسان. ان المغاربه وخاصه النظام المخزني يقول نحن دعمنا الثوره الجزائريه، ولكن هم كانوا متورطين في دعم فرنسا. يمكن حتى شي قرار سيادي يتعلق بالدبلوماسيه يمكن ان ياخذه المغرب بدون الاستشاره مع فرنسا. فرنسا وضعت رجالاتها يعني بعد الاستقلال في الاماكن الحساسه والاماكن الاستراتيجيه. كانت دوله ماشي احترافيه، يعني سي ان بي اماتور في كل شيء. لانديبوندونس دون لانترديبوندونس. يقول السلام، مرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. اليوم ان شاء الله في هذه الحلقه غادي نتكلموا فيها على خبايا وحقائق ومعطيات ستعرض لاول مره حول معاهده اكسليبان. الاتفاقيات ولا هذه المعاهده اللي اعتبرها العديد من المغاربه الاحرار بالخيانه العظمى في تاريخ المغرب. فما هي معاهدة إكسليبان وما هي أبعادها التاريخية الاقتصادية الاجتماعية وخصوصا السياسية؟ هل المغرب حقا دولة مستقلة أم دولة مستقلة بالتقسيط؟ ما هي بنود هذه المعاهدة أو الاتفاقية؟ وهل فعلا هي سبب تفقير الشعب المغربي؟ وكيف تؤثر هذه المعاهدة على كل أفراد المجتمع المغربي؟ هذه الأسئلة وأسئلة أخرى سيجيب عليها ضيف حلقة اليوم الدكتور محمد البطيبي. أهلا بك الأستاذ محمد البطيبي، وشكرا على قبول دعوتي لحضور هذه الحلقة. أهلا وسهلا. الأستاذ محمد البطيبي غني عن التعريف، لكن اللي ما كيعرفش الأستاذ هو ناشط حقوقي، باحث أكاديمي، كاتب ومؤرخ وأستاذ بالعلاقات الدولية. مرحبا بك مرة أخرى الأستاذ محمد البطيبي. شكرا لك. سؤال أول، ما هي معاهدة إكسليبان وما هو الجانب التاريخي لهذه المعاهدة وما علاقتها بالملك محمد الخامس؟ معاهدة إكسليبان قبل ما نوصلوا يعني الحدث في حد ذاته اللي غادي يعني يعقد نهار 22 غشت 1955، هو كان نتاج لواحد المسلسل طويل المدى اللي يمكن تاريخيا يعني غادي نوقعوه في 1930 بعدما وقع محمد الخامس يعني ما يسمى آنذاك بالظهير البربري. وهذا الظهير البربري اللي كان كيحاول ان المناطق الامازيغيه اللي كانت تحت السيطره الفرنسيه بين منطقه يعني الشلوح ومنطقه يعني سوس، الناس غادي تكون يعني خاضعه لاحكام عرفيه منبثقه من التاريخ والتقاليد ديال الامازيغ. لكن المغاربه شافوا في هذا الشيء، المغاربه الاحرار انذاك شافوا في هذه المعاهده يعني شرخ داخل المجتمع المغربي، انهم غيخلقوا يعني تفرقه ما بين المغاربه، وقامت هناك مقاومه ضد هذا الظهير البربري. وهذه المقاومه لم تقف ابتداء من الثلاثينات، وغادي نشهد واحد المجموعه ديال المدن ابان الثلاثينات واحد المجموعه ديال التظاهرات التي تندد بالاحتكار الاقتصادي والمالي الى اخره من طرف واحد المجموعه ديال المعمرين. لهذا قام واحد مجموعه ديال النخب مغربيه ضد هذه الممارسات الاستعماريه الى غايه يعني 1943 غيوقع عندنا واحد الحدث جد مهم في المغرب المعروف بمعاهده انفا او لا كونفيرونس دانفا، اللي غادي يجتمعوا فيها كبار القاده العالميين مثل فرانكلين روزفلت، مثل تشوتشيل، مثل دوغول، وكان حاضر فيها كذلك يعني انذاك السلطان محمد بن يوسف والابن ديالو اللي كان انذاك ولي العهد اللي هو الحسن الثاني. اذا في هذا اللقاء هذا واحد مجموعه من النخب المغربيه باستشاره مع السلطان محمد بن يوسف غادي يقترحوا على هاد القاده
الدوليين، يعني واحد الوثيقه اللي غادي ترجع من بعد وثيقه الاستقلال، سنه من بعد غترجع يعني وثيقه الاستقلال، وقوبلت يعني بحراره ويعني وحماس من طرف هذه القاده الغربيين اللي كانوا كيخطوا على اساس انزال القوه ديال الحلفاء انطلاقا من المغرب باش تلتحق باوروبا. انذاك ابان الحرب العالميه الثانيه. اذا سنه من بعد هذه الوثيقه سيتم توقيعها من طرف واحد المجموعه ديال الشخصيات مغربيه، من بينهم علال الفاسي، من بينهم يعني الجامعي، من بينهم محمد ديوري الى اخره، قادات اللي كانت انذاك جد مهمه في التاريخ ديال الحركه الوطنيه. اذا هذه النضالات هذه غتستمر، ولكن الفرنسيين غادي يبداو يعني واحد السياسه ديال القمع اتجاه هؤلاء القاده وهؤلاء النخب اللي كانوا كيشوفوا فيهم واحد الصوره يعني سلبيه بالنسبه لفرنسا، يعني بدايه مرحله او مسلسل الاستقلال. وهذا يعني التبني ديال هذه الوثيقه الاستقلال من طرف محمد بن يوسف انذاك، اللي كان يعني طيله المرحله ديال الحمايه يعني ملك الفرنسيين، وكان يدعى يعني في المغرب كان يعرف باسم ملك فرنسا او اغليذ نو فرانسيس كما كانوا يسمونه يعني الشلوح، الى غايه يعني البدايه ديال 52 53 غادي يتم انذاك نفي محمد الخامس اللي كان كيتسمى مازال محمد بن يوسف، السلطان محمد بن يوسف، وغادي يتم التعويض ديالو واحد الاقارب ديالو يعني بن عرفه. بن عرفه هو اللي غادي يلتجئ لزمام الحكم وياخذ يعني السلطنه في المغرب بدعم من مجموعه من البشوات ومجموعه من القواد اللي كانوا تحت يعني الخدمه ديال الفرنسيين في المغرب، والمعروف بيناتهم هو القائد ديال هو الباشا ديال مراكش تهامي القلاوي. اذا هذا الاعتقال ديال او النفي ديال محمد بن يوسف الى كورسيكا ومن بعد ذلك المدغشقر غادي يكون يعني بدايه ديال واحد الشراره نضاليه داخل الفضاء المغربي، واللي غادي يؤدي مثلا الى محاوله اغتيال ديال بن عرفه من طرف علال بن عبد الله، وكانت هناك محاوله ديال الاغتيال ديال تهاني القلاوي يعني في الجامع ديال الكتبيه، كانت هناك كذلك محاوله اغتيال ضد المقيم العام الفرنسي غيوم جوان، وكانت هناك كذلك عمليات كفاحيه مثلا في السوق المركزي ديال الدار البيضاء، واللي ادى الى اغتيال 18 يعني فرنسي وجرح تقريبا ما يقرب من 50 واحد. اذا هذه الظروف القاسيه والكارثيه بالنسبه لفرنسا يعني ادت بفرنسا الى فتح باب المفاوضات مع النخبه المغربيه من اجل يعني ايجاد حل لهذا الشيء اللي تيوقع في المغرب. في البدايه الفرنسيين هما كانوا يعني المساله السلطانيه بالنسبه لهم يعني السلطان محمد بن يوسف يعني هو عباره عن ورقه او صفحه تم طيها والقي بها في عالم النسيان. اذا محمد الخامس كما كيقولوا بالفرنسيه il n'était pas à l'ordre du jour، دونك ما كانش يعني الشغل الشاغل ديال الفرنسيين، وكان من بين يعني المشاريع ديالهم ان محمد الخامس لن يعود الى المغرب ولن يتعرش على يعني على عرش المغرب. لهذا اقترحوا بديل لمحمد الخامس، يعني انهم ما كانوش متفقين مع الحركه الوطنيه في الاول
انزال بن عرفه، وفي الاخير اتفقوا على انزال بن عرفه، ولكنهم اقترحوا يعني سلطانا جديدا اللي كان كيشغل المنصب ديال الخليفه السلطاني في المنطقه الاسبانيه، واللي كان مسؤول على المنطقه الاسبانيه باسم السلطان. واقترحوا هذاك الشخص باش ياخذ يعني العرش ديال المغرب. لكن الحركه الوطنيه ما كانتش متفقه مع هذا السيناريو الفرنسي، وطالبت يعني كنقطة أساسية وكنقطة محورية للدخول في المفاوضات مع فرنسا، طالبت بإرجاع يعني إلى المغرب، يعني إرجاع محمد الخامس إلى المغرب، وبناء ما كانوا يسمونه مجلس العرش، دوك لو كونساي دو ترون، وتشكيل حكومة كي تتفاوض مع الفرنسيين. ومن بين الشروط الأساسية كما تيقولوا لا كونديسيون سيني كوانون باش تبدا هذه المفاوضات هي عودة يعني محمد الخامس إلى المغرب. والمسألة ديال عودة الملك يعني بكل صراحة بالنسبه للحزب الاستقلال والشورى ما كانتش شي حاجه محوريه. هي الحاجه المحوريه اللي كانت كتهمها في البدايه هي استقلال المغرب ومنظومه الحكم ولا الطريقه باش غنحكموا من بعد، هذيك يعني تبقى للمغاربه. حتى في الرساله التي راسل بها يعني محمد الخامس انذاك ملي كان في المنفى، راسل بها المحامي ديالو دونك إيزاغ، يقول في الرساله بطريقه يعني واضحه بان المهام ديال اختيار الملك تعود للشعب المغربي. يعني لم يكن هو نفسه وبراسه ما كانش كيفرض راسه كملك على الشعب المغربي، كيقول بان هذا الاختيار يبقى للشعب المغربي. لم يقل في الرساله كلها، فيها 3 صفحات نشرت في جريده لو موند اعتقد في سنه 1954، يعني لا ليتر موجوده ويمكن يطلعوا عليها الباحثين والمؤرخين. محمد الخامس براسه لم يقل انا هو سلطان الشرعي للمغرب، لم يقلها في تلك الرساله، قال لان هذا الامر يعود الى الشعب المغربي. هو ما كانش باغي يفرض السيطره ديالو كملك للمغرب. من جهه اولى انه ما كانش في موضع قوه باش يديرها، وثانيا انه تفهم العقليه ديال الفرنسيين بان دوله فرنسا انذاك كانت يعني جمهوريه، وان اختيار الحاكم يمر دائما عبر الانتخابات وبعد الاختيار وعبر الاستفتاءات، وهو فهم ديك العقليه الفرنسيه، وهذا ما عبر عنه في الرساله ديالو اللي صفتها المحامي ديالو. ولكن الهدف ديالو يعني ان المحامي وصلها للمسؤولين الفرنسيين، ما كانش انه يراسل فقط المحامي، ولكن كان ذلك يريد ان تصل تلك الرساله الى المعنيين بالامر في فرنسا. هو بنفسه كان متفقا على يعني ترشيح يعني مجلس العرش، يعني فوالا يديروا مجلس العرش، وكان متفقا على ان مجلس العرش يمكن ان يترأسه احد اصدقاء يعني فرنسا، وهذا ما سيتم في الاخير. يعني غادي يتم تعيين مبارك البكاي اللي كان بصفته يعني كولونيل في الجيش الفرنسي واللي حارب يعني في اوساط الجيش الفرنسي، هو اللي غيكون مسؤول، هو اللي غيشغل حتى منصب رئيس الحكومه الاولى ديال الاستقلال ديال المغرب. غير باش نوضعوكم في الصوره بان فرنسا وضعت رجالاتها يعني بعد الاستقلال في الاماكن الحساسه والاماكن الاستراتيجيه. كان استقلالا يعني خططت له فرنسا ونظمته فرنسا على المستوى السياسي، يعني هذا كان بامتياز. الشخصيات التي اكدت واصرت، وهذا ما يتبين عبر واحد مجموعه ديال التسجيلات التي تدور في يوتيوب، هو عبد الرحيم بوعبيد اللي دخل في صراع مع إدغار فور. لما سأله إدغار فور يعني وطلب منه أن يدخل قاعة المفاوضات، عبد الرحيم بوعبيد رفض أن يدخل يعني قاعة المفاوضات إلا بعد رجوع السلطان. وفي الأخير يعني إدغار فور
يعني دخل في واحد الغضب لا يمكن ان يتصوره الانسان، وقال له كيف يعقل انا اهديكم جمهوريه على طبق من ذهب، أهديكم يعني جمهورية كاملة على طبق من ذهب، وأنتم لا زلتم متشبثين بالخرافات العتيقة. Donc vous êtes encore attaché vraiment à des mythes ancestraux. دونك انا كنعطيكم جمهوريه وانتم بغيتوا يعني. وهناك كتاب كتبه احد المفوضين من الجانب الفرنسي للسليبان، دونك une république pour un roi. يعني هما كانوا كاع يعني في اقل الحدود انهم كانوا يريدون في الاخير ملك يسود ولا يحكم، ولكن في اطار يعني نظام جمهوري. غتكون يعني لو موديس اوبيراندي، طريقه العمل وتفعيل الدوله غتكون جمهوريه، ولكن على راسها يعني ملك يسود ولا يحكم. ولكن هذا الشيء رفضوه المغاربه، لانهم كانوا يظنون على حسب تبريرات واحد مجموعه منهم بانهم حين يستقلون يمكنهم ان يستعملوا الملك كما يريدون، لانهم غادي يقولوا احنا من ارجعناك وحنا اللي درنا لك وحنا اللي درنا لك، دابا فوالا يجب ان تخضع لاوامرنا ويجب ان تخضع لسلطتنا. ولكن الامور بينت لنا ان لم تمر بهذه الطريقه، وان الاغلبيه هذو اللي تفاوضوا من اجل الاستقلال او تفاوضوا في اكس ليبان كلهم اعتقلوا واحدا تلو الاخر بعد الاستقلال ديال المغرب، ومنهم من يعني من تم حذفه من الوجود مثل بمبركه ومجموعه من المعارضين الاخرين. اذا اكس ليبان من بين الشروط ديالو الاولى قبل ان يتفاوض عن استقلال المغرب تفاوض على ارجاع الملك الى المغرب. دونك هذه هي النقطه الرئيسيه، ويعني وخلق مجلس يعني كما قلت لكم ديال العرش، وكذلك حكومه مؤقته اللي كانوا كيسميوها حكومه التفاوض، التي بامكانها ان تتفاوض مع المسؤولين الفرنسيين. اذا هذه الصوره. شكون اللي كان حاضر مثلا من الجانب المغربي؟ فرنسا لم تكن غبيه. فرنسا طلبت من الاحزاب الاساسيه الاستقلال والشورى والاستقلال انهم يكونوا حاضرين، ولكن في نفس الوقت يعني زادت واحد مجموعه ديال المفاوضين اخرين، وهما ما يسمون يعني بالممثلين التقليديين ديال القرى المغربيه وديال واحد مجموعه ديال المناطق المغربيه، واللي كانوا كلهم يعني تحت الرعايه الفرنسيه، وكانوا يخدمون السياسه الفرنسيه وكانوا حلفاء لفرنسا. فمجموعه منهم كانوا كيقولوا المغرب غير يعني جاهز للاستقلال، لو ماروك ني با مور بور لانديبوندونس. هذا هو الشعار اللي كانوا كيرددوه، وبينهم بيان سور الباشا تامي القلاوي. اذا العدد ديال الناس اللي شاركوا في هذه المفاوضات من الجانب المغربي كانوا 37 واحد. يعني هذه كانت طريقه او استراتيجيه من طرف فرنسا لاطفاء او على الاقل للتقليل من الوزن ديال النخبه الوطنيه المغربيه، يعني الاستقلال والشورى والاستقلال دخلوا لهم على الجنب واحد مجموعه ديال الناس. وكانت فرنسا كذلك كانت تريد حتى يعني اشراك تهامي القلاوي في المفاوضه، ولكن على حسب ما جاء به عبد الهادي بوطالب في مذكراته قبل ما يموت، قال بالحرف الواحد بان القلاوي ابان الفتره ديال اكس ليبان كان متواجدا في باريس، لكن يعني رفضنا رفضا تاما ان لا يشارك في تلك المفاوضات. وقلنا يعني للمفوضين الفرنسيين اما هو واما نحن، سوات لوي سوات نو، نحن لا يمكن أن نشارك معه. إذن هكذا تم إقصاء تهامي القلاوي من المفوضين. ولكن كانت هناك بعض يعني النخب يعني اللي كانت يعني تخدم فرنسا وتخدم مصالح فرنسا وتخدم كذلك مصالحها
في المغرب. اذا البرنامج ديال المفوضين المغاربه في اكس ليبان هي الرساله التي تحدثت عنها، واللي كان كتبها يعني محمد الخامس المحامي ديالو في باريس. هي اللي غادي تكون الاساس ديال النقاش، ان فيها نقاط جد 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 مهمه. وهذه الرساله يعني كانت واضحه، هو اعاده السلطان، يعني تاسيس مجلس العرش، حكومه مؤقته الى اخره. اذا هذو هما النقاط، وكذلك من بين النقاط اللي تم تفاوض حولها بان يعني السلطان محمد بن يوسف يعد يعني السلطات الفرنسيه بان المصالح السياسيه الثقافيه الاقتصاديه ديال الفرنسيين المعمرين المتواجدين في المغرب يعني بروتيجي، ستكون محميه، وغتبقى عندهم نفس الحقوق، انهم ينظموا نفسهم سياسيا، ينظموا نفسهم اجتماعيا، ينظموا نفسهم ثقافيا الى اخره. اذا والمساله اللي هي جد مهمه وموجوده في هذه الرساله وهو الاستقلال، يطالب بالاستقلال الترابطي. ولكن يمكن أن نقول كذلك إذا جينا نترجمه ترجمة صحيحة وحقيقية، هو الاستقلال التبعي. يطالب في هذه الرسالة محمد بن يوسف الاستقلال التبعي، والذي قالها إدغار فور في خطابه لما افتتح إكس ليبان: l'indépendance dans l'interdépendance. يقول بأن المغاربة يطلبوننا باستقلال ترابطي أو استقلال تبعي، يعني غيبقاو مرتبطين بنا على المستوى الاستراتيجي، المستوى العسكري، وحتى على المستوى الدبلوماسي. ماذا يعني هذا؟ بأن الدفاع ديال المملكة المغربية والدفاع ديال فرنسا مرتبطان. إذا كانت مثلا فرنسا دخلت حربا، فإن المغاربة يمكن أن يدعموا فرنسا في هذه الحرب، وإذا كان المغرب في حاجة إلى فرنسا عسكريا، ففرنسا بإمكانها أن تتدخل أو أن تدعم عسكريا أو أن تدعمها بالأسلحة إلى آخره، على أساس أن تدافع عن نفسها. على المستوى الدبلوماسي ماذا تريد؟ هذا الجملة ديال لانديبوندونس دون لانترديبوندونس. ما كاين حتى شي قرار سيادي يتعلق بالدبلوماسية يمكن أن يأخذه المغرب بدون الاستشارة مع فرنسا. لهذا المغرب منذ الاستقلال بقي في المعسكر الغربي ولم يتحرك من هذا المعسكر، يعني بقى دون المعسكر، ما كانش في الدول عدم الانحياز، ما كانش متجه نحو المعسكر الشرقي، بقى في المعسكر الغربي، لأن معاهدة إكس ليبان تحتم عليه هذه الأشياء. والكل يعلم بأن مجموعة من الدول وخاصة دول الجوار كانت عضوا في دول عدم الانحياز، مصر، الجزائر إلى آخره، ولكن المغرب رفض أن يلتحق بدول عالم الانحياز، ليس يعني طوعا ولكن انطلاقا من هذه المعاهدة ديال إكس ليبان. إذا وكاين هناك جوانب أخرى. الرسالة التي نشرت بجريدة لو موند 14 سبتمبر 1955 واللي كانت بيان سور موجهة للمحامي ديالو انذاك، اللي كان كيمثلو وكيمثل المصالح ديالو هو كسلطان منفي، وكيمثل كذلك العائله ديالو اللي هو جورج إيزار. وهذه الرساله قلت لكم منشوره، يعني هي رساله ارسلت نهار 26 ديسمبر 1954 باش يكونوا عندنا يعني المعطيات التاريخيه. لو 26 ديسمبر 1954، ولكن نشرت يعني في لو موند، جريده لو موند الفرنسيه 14 سبتمبر 1955. وهذه الرساله هذه بيان سور ارسلت الى المحامي، ولكن الهدف ديالها هو ان المحتوى ديال هذه الرساله هذه يوصل السلطات الفرنسيه
والمسؤولين الفرنسيين والراي العام يعني الفرنسي. كيقول لهم بان الهدف من المفاوضات وكيفاش كيشوف يعني المفاوضات. في الاول كيشوف بان هناك ضروره انشاء مجلس لحمايه العرش، ولا يتحدث عن عرشي، كيقول لي حمايه العرش مع امكانيه قيامنا شخصيا بتعيين احد اعضائه. هذا هو كيقول بان احنا غنعينوا الاعضاء ديال هذا مجلس العرش. تشكيل حكومه تفاوض مغربيه مؤقته ومن بعد تشكيل الحكومه، فهمتي؟ ومن بعد شنو تيقول، وهنا اللي هو جد 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 مهم، وهو النقاط الاتيه. الهدف ديال التفاوض مع حكومه الجمهوريه، يعني الجمهوريه الفرنسيه، بشان اتفاق جديد ينظم العلاقات الفرنسيه المغربيه ويضمن للمغرب سيادته الكامله ويعترف بالارتباط المغربي الفرنسي على المستوى الاقتصادي والاستراتيجي والثقافي والسياسي. يعني غيكون ارتباط، غيكون دونك ديزون دي ليزون دي انديبوندونس من فرنسا. غيقول لك ستكون مهمه الحكومه يعني التي ستنبثق عن هذه الاتفاقيات على المستوى الداخلي تشجيع إصلاح المؤسسات بغية التأسيس لنظام ملكية دستورية في المغرب باعتبارها الوحيدة القادرة على إخراج البلاد من الوضع المتأزم الذي يعيشه نظام حكمه العتيق. هذا الملك اللي تيقولها يعتبر بأن نظام حكمه عتيق، ça veut dire archaïque, qu'il faut réformer dans les profondeurs. وبراسو تيقول لك راه بان هذا النظام عتيق، سافودير متخلف وعنده النواقص ديالو، عنده هذه، هو براسو تيقولها في الرساله التي يوجهها الى محاميه الخاص. واخيرا ستقوم هذه الحكومه في اطار التوافق التام مع الحكومه الفرنسيه ومشاركه الممثلين المؤهلين لفرنسي المغرب بتحديد القوانين والمصالح الاقتصاديه والثقافيه للمعمرين الفرنسيين. دونك غادي يمكنوا للمعمرين الفرنسيين انهم يساهموا يعني في اسميتو. اذا واش غنستقلوا ولا مازال حنا مرتبطين بالمعمرين يعني الفرنسيين المتواجدين في المغرب؟ المهم رساله طويله وكاينه منشوره في هذا الكتاب ديال عبد الرحيم بوعبيد، شهادات وتاملات، اللي نشرتها مؤسسه عبد الرحيم بوعبيد. وجاب لي الله يعني في هاد لو برويون، في هاد لو درافت او في هاد المسوده، الشغل الشاغل ديال محمد بن يوسف والمفوض المغربي هي مصالح فرنسا بالمغرب والحفاظ عليها وكيف يجب الحفاظ عليها. اما ما كاين حتى شي جمله تخص الشعب المغربي، تخص المقاومه المغربيه التي كانت في هذه الفتره هذه اللي كتب فيها محمد الخامس هذه الرساله، كانت في الجبال في الاطلس، كانت في الجبال يعني في الجنوب، كانت في جبال الريف، كانت على الحدود المنطقه الفرنسيه في اكنول بورد وتيزي وسلي. ولكن هو الشغل الشاغل ديالو هي المصالح ديال المعمرين الفرنسيين في المغرب. أستاذ، المعاهدة ديال إكس ليبان البنود ديالها هي بنود سرية تماما. قبل ما ندخلوا ونتكلموا على هاد البنود بغينا نعرفوا علاش هاد البنود هي سرية. لأن هناك بنود جد خطيرة بزاف، والآن بعض المؤرخين بداو تيقولوا ما هي نوع هذه البنود، رغم أن هناك مجموعة من الأشياء كانت معروفة. فوقاش غتجي معاهدة إكس ليبان؟ يقول لنا معاهدة إكس ليبان سي لو 22 يعني غشت 1955 تقريبا، يعني سنة وبعض الأشهر على اندلاع الثورة الجزائرية. مصالح فرنسا في الجزائر كانت أكبر بكثير من المصالح الفرنسية في تونس والمغرب، لأن إكس ليبان لا تهم المغرب فقط، ولكن كانت تهم تونس في نفس الوقت. لماذا فرنسا أرادت أن تمنح استقلالا شكليا للمغرب؟ لإخماد الثورة في تونس وإخماد الثورة في المغرب
باش هاد الثورات اللي غادي تظهر في تونس وفي المغرب ما غاتجيش تدعم الثوره الكبرى ديال الشعب الجزائري التي اندلعت في 1 نوفمبر 1954. وهذه من بين البنود ديال اسميتو اكس ليبان. مساله خطيره. ان المغاربه وخاصه النظام المخزني يقول نحن دعمنا الثوره الجزائريه، ولكن هم كانوا متورطين في دعم فرنسا. وهذا ما اكده واحد مجموعه ديال الضباط مغاربه. هناك الضابط حشاد احد المعتقلين اللي خرج من تزممرت، في لقاء له على الجزيره مع احمد منصور قال كانت هناك طائرات مغربيه تنطلق من مراكش وتذهب لتضرب مواقعا في الجزائر. قالها بالحرف الواحد، وهذا كان طيار مغربي، يعني تعلم يعني تعلم الطيران يعني في مراكش، وشاهد على طائرات كانت تنطلق من مراكش وتذهب الى الجزائر وتضرب الجزائر. هذه كانت في اتفاقيه اكس ليبان. المشاركه ديال الحسن الثاني انذاك اللي كان ولي العهد في العمليه الثلاثيه ديال ايكوفيون ديال اوراغون، واللي انضم لها الحسن الثاني مع احد القادات ديال الجيش المغربي لضرب المقاومه ديال الجنوب ومنعها من الذهاب الى الجنوب لتحرير الصحراء وخلق يعني قاعده خلفيه لدعم الثوره الجزائريه. هذه كانت في المعاهده ديال اكس ليبان. لوبيراسيون ايكوفيون من الجانب الفرنسي، اوراغون من الجانب الاسباني، والدعم المغربي بحسن الثاني واحد ضباط ديال الجيش المغربي لضرب المقاومه في الجنوب، كانت من بين المعاهدات ديال اكس ليبان، اتفاقيات اكس ليبان التي يخجل اليوم المسؤولين السياسيين او الورثه ديال هؤلاء المسؤولين السياسيين وحتى المخزن في حد ذاته يخجلون ان يتحدثوا عنها. ولهذا يفضلون بان هذه المعاهده يفضلون ان تذهب الى الجحيم وتحرق هناك بدل ان تظهر الى الوجود، لان فيها بعض البنود يعني هذا البند يعني التاريخي والسياسي، يعني لان ذاك الخطاب الذي يحاول ان يسوق له بعض المسؤولين السياسيين المغاربه التدخل ديال محمد الخامس في الامم المتحده ويطالب يعني الفرنسيين ان يتفاوضوا مع الجزائريين من اجل استقلال الجزائر الى اخره، لكن ما خفي اعظم تصرفات هذا النظام المخزني الذي قبل الكثير من الاشياء، وخاصه يعني جحر وقمع يعني الثوره ديال الشعب الجزائري. هذه من بين البنود الاساسيه، وهذا ما جعل فرنسا تتفاوض وتدخل في مفاوضات مع المغرب فيما يتعلق بالاستقلال ديالها الترابطي. دونك هي ما كانتش فقط خيانة للشعب المغربي والمغاربة، هي كذلك خيانة لبعض دول الجوار وخصوصا الجزائر. تماما. من بين البنود ديال معاهدة اكس ليبان اللي هي سرية، ولكن كاينين بعض المؤرخين اللي خلاو بعض المذكرات ديالهم تيتكلموا على بعض هاد البنود ديال هاد المعاهدة. غنتكلموا على البنود من الناحية الاقتصادية، من الناحية السياسية، ومن الناحية العسكرية. غنتكلموا على الشق الاقتصادي اولا، واللي كيخص الشعب المغربي هو ان تستفيد فرنسا من عائدات الطريق السيار والسكك الحديديه لمده 100 سنه، وهذا ما يثبت كذلك استفاده فرنسا من صفقه القطار السريع تي جي في، على الرغم من ان الصين عطات واحد العرض اللي هو ربع الثمن اللي عطاته فرنسا، من المغرب مشى خدا تي جي في ديال فرنسا. كاينين بزاف الاشياء، بايزون ان تستفيد فرنسا من العديد من الثروات الطبيعيه واهمها الفوسفات والذهب والفضه بنسبه 50%. تستفيد فرنسا من قطاع توزيع الماء والكهرباء. شنو تقدر تقول لنا على الشق الاقتصادي فيما يخص الشأن الداخلي، الشأن اللي كيخص نحن المغاربه؟ تماما. يعني اعتقد بانك لخصتي واحد النقاط جد مهمه وحساسه، واللي مجموعه من المسؤولين السياسيين اللي حضروا لهذه اللقاءات ديال اكس ليبان وتطلعوا على الوثيقه
ولكن للاسف ماتوا بهذه الاسرار، لم يتحدثوا عنهم في مذكراتهم. عبد الهادي بوطالب لم يتطرق الى هذا في مذكرته، عبد الرحمن بوعبيد لم يتطرق الى هذا في مذكراته، على الفاسي نفس الشيء يعني. ورغم انهم كانوا قد تطلعوا على هذه الاشياء من الجانب الفرنسي كذلك. يعني صحيح فرنسا ارادت ان تسترجع كل الاموال التي استثمرتها في البنيه التحتيه الكولونياليه التي بنتها في المغرب، من بينها طريق السيار، السكك الحديديه، الموانئ، كذلك الخيارات الطبيعيه مثل الفوسفات والذهب والفضه، المنغنيز، الزنك، الى اخره، واحد مجموعه ديال المناجم، يعني بحجه ان فرنسا هي من اكتشفت هذه الخيارات لما كانت تحت الحمايه، لما كانت في الحمايه في المغرب. اذا هي اللي استثمرت، والحجه اللي تعطات مثلا في اكس ليبان بانها استثمرت رؤوس اموال يعني خاصه، ماشي ديال الدوله، سي لي بريفي كي اون انفيستي. اذا ما يمكن لناش يعني نسرقوا هاد الناس هادو الذين ينتمون الى القطاع الخاص، نسرقوا لهم الاموال ديالهم، الرؤوس ديالهم، الاموال ديالهم. اذا يجب ان يجروا الثمار ديال داك الشيء اللي استثمروه في المغرب. دونك ils doivent récupérer les dividendes de leur investissement au Maroc. اذا هذه الحجه اللي تعطات واللي قبلوها المغاربه، يعني بواحد الطريقه ما يمكنش يعني يتصورها الانسان. واحد النقطه اللي كنت بغيت نقولها وكنت نسيتها، لان قلنا من الجانب المغربي كان تقريبا شي 37 واحد اللي كان كيتفاوض، والمجموعه ديال المفاوضات لم تكن منسجمه بينها. كان هناك من كان يدافع عن مصالحه الشخصيه وعن مصالح فرنسا، وكان هناك من كان يدافع عن السلطان، وكان هناك من كان يدافع عن المصالح ديال الشعب المغربي، واللي كانت قليله، والاغلبيه ديالهم كانوا متواجدين في حزب الشورى والاستقلال ديال محمد حسن الوزاني. ولكن هادو ما عمرو كانوا مارسوا شي عمل سياسي مؤسس، ما عمرو انهم كانوا مارسوا شي نظام مؤسساتي الى اخره. ولكن من كان بالطرف الاخر؟ من كان في الطرف الاخر؟ كان إدغار فور رئيس الحكومه اللي كانت عنده تجربه سياسيه يعني كبيره، كان بيير جولي، كان بيني اللي كان وزير الخارجيه، وكان كذلك في الفوج الفرنسي او الوفد الفرنسي كان شومان اللي كانت عنده تجربه كبيره، لانه من بين المؤسسين ديال التريتي دو روم. كانت عنده تجربه في المفاوضات، يعني في الاتصالات، في لا كومونيكاسيون اكسيتيرا. اذا عندك عباقره من جهه، وعندك متدربين من جهه اخرى، وما متفقينش حتى بيناتهم. كل واحد جاي يدافع على مصالح معينه، ما كاينش انسجام. كيف تريدين اختي الكريمه بان هذه المفاوضات يمكن ان تصل الى ما يمكن ان نسميه بالمصلحه العامه ديال الشعب المغربي؟ مستحيل. اذا قبل البدايه المفاوضات من الجانب المغربي كانت يعني محكوم عليها بالفشل، محكوم عليها بالفشل. ما كانش هناك يعني خط موحد للمفاوضات. الحاجه الوحيده اللي كان الاغلبيه ديال المفاوضين متفقين عليها هي عوده السلطه اي لا كونستيتيسيون ديال لو كونساي دو ترون. صافي، الباقي ما كانوا متفقين على والو. اذا هنا غتشوف يعني هاد النتائج اللي وصلت لهم المفاوضه ديال اكس ليبان تو سامبلومون كانت واضحه من البدايه، قبل كاع بدايه سميتو المفاوضات كانت واضحه، وهو عدم دعم الثوره الجزائريه، بعض المرات دعم الفرنسيين من اجل اخماد الثوره الجزائريه،
الحجج اللي كيعطيوها حاليا بعض المؤرخين تيقول لك ان بعد ما حدث في العراق، بعد ما حدث في مصر، يعني الانقلابات ضد الممالك، ما حدث في تونس، ما حدث في ليبيا الى اخره، ضد الممالك اللي كانت موجوده عندهم، النظام المخزني السلطاني المغربي كان خاف على راسه. كيقول اذا نجحت الثوره في الجزائر فانها ستذهب نحو جمهوريه، ووجود جمهوريه على الحدود المغربيه ستكون بدايه لنهايه الملكيه في المغرب. هذه الحجه اللي تعطوها بعض الناس اللي كيقول لك وي راه خصكم تفهموا النظام المغربي راه كان مهدد بظهور يعني جمهوريه في الجزائر، وكانت الجمهوريه تتساقط كاوراق التوت يعني كاع في الفضاء العربي، العراق مشات الجمهوريه، مشات الملكيه. اذا هذه التخوفات كتخلي بعض المؤرخين المخزنيين يبررون التصرف المخزني من الثوره الجزائريه. يعني فوالا يعني لو غران غانيون يعني من هذه المعادله اكس ليبان بيان سور فرنسا والنظام المخزني. النظام المخزني هو الرابح الاكبر ماشي غير على المستوى السياسي، يعني عوده الملك وارجاعه على العرش الى اخره، ماشي غير هذا الجانب هذا، حتى على الجانب الاقتصادي. العائله المالكه، هضرتي توتالوغ الاخت الكريمه، هضرتي على يعني لي رويالتيز ديال النظام الفرنسي فيما يتعلق المناجم المغربيه مثل الفوسفات، الذهب، الفضه الى اخره. فرنسا يعود لها 50% ديال الارباح، العائله الملكيه 30%، ولو تريزور المغربي الخزينه المغربيه 20%. هناك من يقول بان راه حقا في 88 ولا في 89 الحسن الثاني تخلى عن هذا النصيب، ولكن لا توجد ارقام، لان اليوم مجموعه الناس اللي كيحاولوا انهم يوصلوا للحسابات ديال يعني لوفيس شيريفيان دو الفوسفات ما تعطوهمش يعني ان كونتابيليتي افيك اون ايماج فيديل، كيعطوهمش ديك الحسابات الحقيقيه، كيعطوهم شي حوايج اللي تقريبا ما كاملاش. وهاد المسائل اللي كنطرق ليها زيان وطرقوا ليها الله يطلق سراحه دايوغو باساج، واللي طرقوا ليها واحد المجموعه ديال الناس في هذه المساله هذه. اذا الحاجه اللي خصنا نكونوا واضحين فيها بان النظام المخزني المغربي لم يتخلى عن الايجابيات التي منحت له ابان، يعني المعاهده ديال اكس ليبان. الحجه اللي تعطيوها بعض المؤرخين، الحجه اللي تعطيوها بعض المؤرخين يعني اللي ما عندهم يعني ما عندهمش ديك القناعه الاكاديميه اللي تيحاولوا يلعبوا المحامون ديال الدوله المخزنيه، تيقول لك بان في تلك الفتره لماذا يعني تم تخصيص مصادر ماليه النظام المخزني، لان ما كانش عنده لائحه مدنيه باش يتكلف بالمصاريف ديالو الشخصيه. المغرب كانت دوله في طور البناء، وما كانش المداخل بزاف، واذا القصر ما كانش عنده الامكانيات باش انه يصرف على راسه. كيف يعقل انك تعطي 30% من اكبر الخيارات ديال البلاد اللي هي الفوسفات، 30% باش يصرف على راسه ومخلي 20% للشعب المغربي كله؟ يعني كيف يعقل؟ يعني هذه المعادله هذه اللي كيحاولوا بعض الناس يعني ان يدافعوا عليها 50 30. هو ما يفسر الغنى ديال العائله العلويه ولا العائله الملكيه الان، لانهم كاملين كنعرفوا كيفاش كانت العائله الملكيه قبل، الغنى ولا لا ريشيس كما تنقولوا اللي فيهم هما دابا. تماما الحاجه اللي خصنا نعرفوها كذلك لان كانت واحد مجموعه ديال الشركات كبيره في المغرب جاتنا من الفتره ديال الاستعمار، من بينها لومنيوم نور افريكان.
هاد لومنيوم نور افريكان يفا ايتر يعني غادي تكون يعني كونفواتي باغ العائله الحاكمه حتى توصل ليها وتستحوذ عليها. ودابا اليوم هو الهولدينغ الملكي المدعو بالمدى. كاين واحد الحاجه اخرى اللي هي جد مهمه خصنا نعرفوها، يعني واحد المجموعه ديال المعمرين ملي وقع يعني الاعلان عن استقلال طرابلسي ديال المغرب قرروا انهم يغادروا المغرب، والاغلبيه ديالهم كانوا ملاك الاراضي الكبيره. تم شراء هذه الاراضي من طرف الدوله المغربيه، ومن بعد تم توزيعها بين العائله الملكيه وبعض كبار الاقطاعيين الفلاحيين المغاربه. وهذا ما يتحدث عنه رايمون ليفو في كتابه الفلاح المغربي حامي العرش. ان انذاك السلطه المخزنيه او النظام المخزني كان يخاف من الطبقه الكادحه ديال المدن التي كانت تنظمها انذاك الاحزاب مثل الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه في الستينات، وكي يحاول ان يخلق يعني قوه ضغط اخرى يعني مضاده لهذه البروليتاريا الحضاريه. شنو داروا؟ خلقوا يعني طبقه فلاحيه. وما خصناش ننساو في الفتره ديال الاستقلال العالم القروي كان يشكل ما يزيد على 68% من يعني السكان المغربيين. اذا الحسن الثاني استعمل الباديه المغربيه او القريه المغربيه عبر يعني لي فيودو ديالها، يعني الاقطاع ديالها، على اساس السيطره على العالم القروي والتصدي كذلك للقوه ديال الكادحين في المدن. اذا وزعوا ديك الاراضي التي يعني تم يعني الاستحواذ عليها، واللي كانت ديك الاراضي اللي كانت كتنتمي في قبل اكس ليبان كانت تنتمي لعائلات فرنسيه كبيره يعني معمره. وشنو غيدير من بعد؟ شنو غيدير الحسن الثاني باش يعطيها واحد القوه لهذه الاراضي هذه، واللي كان هو عنده واحد النصيب جد مهم فيها؟ ان غيبني حدا هذه الاراضي السدود. كل السدود التي بنيت فهي بنيت لسقي هذه الأراضي التي كان يمتلكها هو وعائلته، وكذلك لسقي هذه الأراضي اللي كانوا كيمتلكوها الحلفاء ديالو في العالم القروي. مسألة اللي هي جد مهمة وما خصناش يعني ننساوها. وغتجي مرحلة جد مهمة وهي المرحلة ديال السبعينات اللي غيسميها الحسن الثاني تمغربيت او لا ماروكانيزاسيون ديكونومي ماروكان. وهنا كذلك غيتم يعني تامين بين قوسين يعني الاملاك ديال الاجانب اللي متواجدين في المغرب. سافو دير كوا؟ يعني هو اسمها لا ناسيوناليزاسيون، ولكن هي سوني باي ناسيوناليزاسيون، لان لا ناسيوناليزاسيون ملي كتكون الدوله هي اللي تشتري الاملاك ديال الاجانب، الراس يعني راس المال ديال الاغلبيه كيكون ديال الدوله. ولكن هنا يعني البرجوازيه المغربيين وخاصه هو وعائلته وواحد النخبه مغربيه مخزنيه هما اللي غيشريو واحد مجموعه ديال رؤوس الاموال ديال واحد مجموعه ديال الشركات اللي كانت 100% اجنبيه والاغلبيه ديالها كانوا فرنسيين. شنو كيديروا؟ دونك اجنبي ما يمكنلوش يملك راس المال بالاغلبيه في شركه اللي متواجده في المغرب. اذا المغاربه بداو كيشريو 51% من تلك من رؤوس الاموال ديال ديك الشركات. اذا هنا غادي يتم كذلك تهجير بواحد الطريقه غير مباشره واحد المجموعه ديال الكفاءات اللي كانت كتشتغل في واحد المجموعه ديال الشركات مغربيه الى اخره، وتولدت في المغرب وخلقات في المغرب رغم ان ابائها ولا اجدادها من اصول فرنسيه.
وقررت باش تبقى في المغرب، ولقاو واحد الطريقه جد ذكيه باش يجريو عليها ويستحوذوا على هذه الشركات وعلى التاريخ ديالها والى اخره الى اخره. اذا ها كيفاش يعني هاد المعاهده اكس ليبان يعني ادت الى تفقير الشعب المغربي واغناء المخزن والاعوان ديالو والحلفاء ديالو. اذا هذا هو الجانب الكارثي ديال هذه المعاهده هذه. والحاجه اللي خصنا نشيروا ليها على المستوى السياسي بان تقريبا كل الاحزاب اغلبيتها في المغرب لا ماجوريتي هي منبثقه على اكس ليبان. ان هذه الاحزاب هذه واخا انها تطورت وعطت احزاب اخرى مثلا الاستقلال غيعطي الاتحاد الوطني للقوات الشعبيه، من بعد غيعطي الاتحاد الاشتراكي، ودابا عطى ما يسمى بالاشتراكي الموحد الى اخره. ولكن كيبقى يعني الحزب الاب الاول كيبقى من بين احزاب المتورطين في هذه الكارثه التاريخيه والمعضله التاريخيه اللي تسببت في الالام والمحن ديال الشعب المغربي. وهاد الاحزاب لا زالوا يستمرون يعني في تدبير الشؤون السياسيه ديال هذه البلاد بتورط مع المخزن، بتورط مع واحد المجموعه ديال الايادي السريه، والذي يؤدي الثمن والذي ادى الثمن ولا زال يؤدي الثمن هو الشعب المغربي. من بين هذه البنود، بنود العارة التي تؤدي إلى تفقير الشعب المغربي، أن تستفيد فرنسا من قطاع توزيع الماء والكهرباء بنسبة 90%، فشركات ريدال وليديك هي شركات فرنسية. كنشوفوا باللي كاينه ريدال، كاينه ليديك، كاينه شركات أخرى وهي شركات فرنسية. كذلك من بين البنود كذلك أن تستفيد فرنسا ب50% من شركات الاتصالات. كنشوفوا باللي في المغرب الشركات اللي كاينه هي شركات ديال تابعه للهولدين الملكي او شركات فرنسيه بحت، ما كايناش لا كونكورونس، ما كايناش شركات اخرى اللي يقدر يستافد منها المغاربه وتخلق المنافسه. نو سي اكزاكت. يعني تقييم رائع اللي درتيه. الوضع الحالي رغم اننا ندعي في المغرب اننا عندنا مجلس المنافسه، ان كوميسيون ولا ان كونساي دو لا كونكورونس كي اناكتيف اللي ما تيشتغلش واللي كان خصو يندد بهذه الممارسات هذو. وهذا ما نراه في مجموعه من الاشياء باش النظام المخزني ما يعيقش. بعض المرات كيدوز بعض الفرص، وهو المساله ديال المحروقات اللي مدوزها الوزير الاول ديالو، لانه هو اللي مسيطر على ديك المحروقات. وكنشوفوا بان الاثمنه في السوق العالميه مثلا كتهبط، ولكن المحروقات في المغرب لا زالت على حالها. ما الاثمنه ما كتهبطش لان لا توجد منافسات لهاد الكبار الشركات في جميع المجالات. والحاجه اللي قلتيها، الاغلبيه الشركات ديال تيليكومونيكاسيون اللي موجوده في المغرب هي شركات فرنسيه. وكي لا يغضبوا يعني ملك المغرب عطاو له يعني واحد المجال حتى هو باش يدير الشركه ديالو اللي هي انوي على ما اعتقد الى اخره. اذا يعني كانت هناك كعكعه تم توزيعها بين العائلات الكبيره من جانب المغربي بيان سور، العائلات الكبيره وكذلك النظام المخزني. ولكن de l'autre côté la dunia, de l'autre côté, les négociateurs français ont défendu les intérêts de la France. فهمتي؟ دافعوا عن مصالح فرنسا، ما دافعوش عن المصالح ديالهم الشخصيه. لا بيني، لا إدغارفور، لا شومان، حتى واحد ما دافع عن المصالح ديالو الشخصيه، دافعوا عن مصالح فرنسا. فرنسا الام، فهمتي؟ فرنسا الام. حنا هذوك اللي مشاو تفاوضوا قله قليله، انا لا اقول بان كلهم تفاوضوا من اجل مصالحهم الشخصيه، كاين اللي تفاوض بقناعات وحب الوطن الى اخره، ولكن قله قليله. اما الاغلبيه الساحقه كلها تفاوضت من اجل قبيلتها، من اجل يعني ديك النخبه التي تنتمي اليها، من اجل مصالح يعني معينه، شخصيه معينه فقط. هذا هو الفرق مع بين المفاوض اللي كان من الجانب الاخر والمفاوض اللي كان من الجانب المغربي. نقرأ كذلك بعض البنود.
يمنع المغرب من إقامة صناعات ثقيلة مغربية 100% كالسيارات والطائرات. يمنع المغرب من صناعة الأسلحة، وتوجب الاتفاقية إبرام صفقة أسلحة سنوية مع فرنسا سواء علنية أو سرية. على المغاربة إتقان اللغة الفرنسية حتى تستفيد فرنسا من الأطباء والمهندسين والعلماء المغاربة بالمجان عبر هجرة الأدمغة. ملوك المغرب يعالجون حصرا في فرنسا أو في المغرب تحت إشراف طبيب فرنسي مقيم في القصر. هذه من بعض البنود اللي لقيتها كاينه في انترنت. انا ما قدرتش نكونفيرمي، ولكن هادشي اللي كنشوفوه واللي كيعيشوا الشعب المغربي حاليا واللي ادى الى تفقير الشعب المغربي او المغاربه. يدل كذلك على ان النزاعات اللي كانت مؤخرا ما هي الا مجرد مسرحيه بيناتهم باش يلهيوا بها بيتيتر الشعب المغربي، وانهم هما المستفيدين الاولين من ثروات الشعب المغربي، سواء النظام المغربي العلوي سواء الدوله الفرنسيه. ما رايك في هذا البروفيسور محمد؟ تماما. انا نعطيك غير مثلا كان هناك صراع ما بين ماكرون ومحمد السادس، خلاف حول الفضيحه ديال بيغاسوس، لان لما علم ماكرون بانه تم التجسس عليه من طرف النظام المغربي نهاية محمد السادس، وفي الاخر ما اعتقد بان قال له شي كلمات اللي ماشي هي هذيك، وهذا ما صرح به الطاهر بن جلون على ديك القناه الاسرائيليه ايفانت كات. سقساه وقال له بوركوا le roi du Maroc est fâché avec Macron. قال له le Macron n'a pas bien parlé à notre roi. يعني بعد الوقاحه باش هضر الطاهر بن جلون يعني. وهناك من يقول بانه كاع يعني نزل عليه التليفون اللي غاطروشي وني، ولكن انا جيتي با لا، ولكن يعني كنسمعوا اغوش يا دروات اشياء من هذا القبيل هذه. ولكن هذا لم يمنع يعني الشركات الفرنسيه يعني ان تستمر في الاستثمار في المغرب وجني الخيارات في المغرب، لان تيقول لك كتشوف على يعني على مواقع التواصل الاجتماعي le Maroc va rompre ses relations avec la France. Le Maroc يفاشي مع لا فرنسا وطالعين وغنعلموا الانجليزيه ونبقاوش نعلموا الفرنسيه الى اخره. يعني الا بغيتي تقطع مع فرنسا بلع المعمل ديال رونو في طنجه، بلع يعني المعامل اللي كتجي كتعمل لا سوتريتونس عندك، بلع واحد المجموعه ديال المعامل اللي موجوده في فرنسا، واحد مجموعه الابناك، واحد المجموعه ديال لي ماغازان ديستريبيسيون اكسيتيرا مثل كارفور الى اخره. ما تبقاوش تضحكوا على المغاربه. شنو هي الانعكاسات ديال هذه المعاهده على النظام السياسي المغربي؟ كنقولوا باللي بقى الحمايه. شنو هو المقابل اللي غتعطيه فرنسا للنظام المخزني او لا للنظام السياسي او لا للعائله الحاكمه في المغرب مقابل هاد التنازلات الكبيره ولا هاد الخيانه الكبيره المغربي؟ فرنسا عندها يعني مصلحه كبيره باش هذه المعاهده تستمر، لانها تجني ثمار اقتصاديه يعني لا يمكن ان يتصورها العقل. هناك جني ثمار، ولكن باش هذه الثمار يتم يعني قطفها باستمرار يجب حمايه النظام المخزني، لانه هو الوحيد الذي وقع وقبل ويسهر على تطبيق هذه المعاهده. إذن فرنسا لا يمكن أن تتخلى عن النظام المخزني رغم انتهاكات حقوق الإنسان، رغم يعني الاعتقالات، رغم التهجير، رغم كل ما يمكن أن يتصوره الإنسان. يعني لا يمكن أن تتخلى عن يعني هذا لا كافيرن دالي بابا. هذه لا كافيرن دالي بابا يحرسها 4 لصان، و40 لصان موجودين من الجانب الآخر يعني داخل النظام المخزني. إذن هذا النظام المخزني هو الحارس الأمين بالنسبة لفرنسا للمصالح ديالها في المغرب. إذن لا يمكن أن يتخلى عن هذا النظام. إذن كيفاش كيحرسوا؟ تيضمنوا الاستمرارية عبر المساعدة ديالو على المستوى العسكري، المستوى المخابراتي، مضايقة المعارضين المغاربة في الخارج،
وشفنا عبر التاريخ بعض مرات المساهمه حتى في اختطاف معارضين واغتيالهم، ومن بعد كيديروا راسهم انهم لم يكونوا على علم بشيء. يعني ديك المسرحيه ديال دوغول وبن بركه هذيك راه قديمه والكل يعرفها بان دوغول كان على خبر بان بن بركه سيتم اختطافه في باريس وانه الى اخره. حاجه اللي ما كانش في خباره بان غادي يقتلوه، ولكن كان في خباره بان بن بركه سيختطف. يعني المساله كلها واضحه والى اخره. ورغم انه غضب على الحسن الثاني واحد 2 السيمانات ولا 3 السيمانات، رجعت المياه الى مجراها. والمغاربه صيفطوا لهم في الوقيته الدليمي كي يحاكم، من بعد تم تبرئه الدليمي، رغم ان الدليمي كل الشهود قالوا بانه كان موجود في عين المكان، كان موجود، شافوه في باريس في ديك الفتره اللي تختطف فيها بن بركه، رغم ذلك انه تم تبرئته من طرف المحاكم الفرنسيه. هذه مسرحيات قديمه تقع، ولكن هناك يعني علاقه ترابطيه ان غولاسيون دانترديبوندونس ما بين المغرب وفرنسا، وفرنسا لا يمكن كما كيقولوا ان تقطع ان تقطع ذلك الغصن الجالس عليه. elle peut pas couper la branche sur laquelle elle est assise. اذا غتبقى تحمي النظام المخزني المغربي. اذا المغاربه يواجهون اليوم ماشي غير المغرب، يواجهون حتى فرنسا ويواجهون يعني حتى اسبانيا. يعني دابا صدقنا حاصلين كنواجهوا يعني النظام المخزني في الداخل، ونواجه كذلك النظام الاسباني اللي تا هو عنده شنو داروا في ديك المعاهده ديال نهايه الحمايه مع اسبانيا، ماذا سجل فيها وماذا كتب فيها وماذا قالوا فيها وماذا قالوا عنها، وشنو قالوا في ديك المعاهده اللي سنيوها في 75 في مدريد، عن ماذا تنازل المغرب وشنو عطاهم المغرب وشنو ما عطاهمش. دونك يعني كاين هناك معاهدات سريه لحد اليوم اللي تتخبي لنا مفاجآت يعني كارثيه بالنسبه للشعب المغربي. بن بركة رحمة الله عليه اللي ما كانش باغي هاد المعاهدة ديال اكس ليبان وما كانش موافق عليها، عبد الكريم الخطابي اللي توا ما كانش موافق عليها، السيد مهدي مجرى اللي وصف معاهدة اكس ليبان بانها اكبر خيانة للوطن، زعيم الامازيغي عبد الكريم الخطابي تا هو ما كانش موافق، وكان كتب في واحد الرسالة نشرها صحيفة كفاح المغرب العربي نهار 7 يناير 1956. هذا الرسالة ولا في هذا المنشور كذلك كان هو انتقد هذه المعاهدة ديال اكس ليبان، ومن ذلك نستنتج أن أغلبية ديال الأحرار المغاربة ما كانوش موافقين على هذه المعاهدة تماما. ماشي غير هذه الشخصيات البارزه اللي ذكرتيها الاخت دنيا. بن بركه انه ساهم ولكن من بعد غينتقد، لانه هو كان من بين الناس اللي كانوا مساهمين في معاهده اكس ليبان، ولكن من بعد في الكتاب ديالو الاختيار الثوري دوك لوبسيون ريفوليسيونير غيعمل دي زوتوكريتيك، يعني غيعمل نقد ذاتي. ولكن عبد الكريم والمهدي المنجرة هما من بين الناس اللي عملوا تقييم لهذه المعاهده ولقاوها بان اكبر خيانه بالنسبه للشعب المغربي والشعب المغاربي، يعني الشعب التونسي والجزائري. عبد الكريم هو ركز بزاف على يعني التخلي عن المقاومه الجزائريه، يعني ان تخلينا عن دعمنا للشعب الجزائري في الكفاح ديالو من اجل يعني انهاء الاستعمار في بلاده. ولكن خصنا ما نساوش بان في الفتره اللي كانت فيها المعاهده ديال اكس ليبان بان جيش التحرير في الشمال الذي كان يتزعمه عباس المسعدي رحمه الله، ولا جيش التحرير في الجنوب واحد القاده ديالو يلا كي غادرنا مسكين الى دار البقاء هو بن سعيد يتيدر، كان من بين الناس اللي كانوا هزوا السلاح في الجنوب ويقاوموا على اساس استقلال المغرب عن طريق السلاح، وكانوا ضد يعني معاهده اكس ليبان وكذلك في الشمال. اذا كانت المقاومه في المغرب مستمره، والكل يعرف بان كل هؤلاء المقاومين، هؤلاء الشرفاء، هؤلاء الكبار، هؤلاء الزعماء الذين يعني حاربوا معاهدة اكس ليبان، معاهدة الخيانة إلى آخره، سيغتالون واحدا تلو الآخر. بس مسعدي تم اغتياله، يعني واحد مجموعة الناس في الجنوب
يعني تم الاغتيال ديالهم، واحد مجموعه الناس يعني في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء الى اخره تم الاغتيال ديالهم. اذا كل من عارض هذه المعاهده او هذه الخيانه الكبرى اللي وقع عليها النظام المخزني المغربي مع بعض المناضلين ديال الحركه الوطنيه المغربيه، يعني كلهم ادوا ثمنا باهظا لرفضهم لهذه المعاهده ولهذه الخيانه. يعني ما خصناش ننسى المعاهدة ديال إكسليبان سنة 1955، المدة ديالها 100 سنة، واللي هي معاهدة قابلة للتجديد. هنا أستاذ، واش حنا بصفتنا مغاربة ولا بعض المغاربة الأحرار واش نقدروا نديروا شي حاجة على المستوى الوطني ولا الدولي باش نلغيو هاد المعاهدة اللي كيعتبروها حنا المغاربة ما مستافدينش منها؟ كما تكلمنا كيستافد منها فقط النظام المغربي ولا العائلة الحاكمة وفرنسا. واش نقدروا نديروا شي حاجة على المستوى الدولي قانونية باش نحيدوا هاد المعاهدة، معاهدة الذل أو لا معاهدة الخيانة العظمى؟ غادي نفاجئك وغنعطيك ان سكوب، سي ان سكوب. في البدايه ديال التسعينات واحد مجموعه ديال المعارضين المغاربه واللي عندهم هم الوطن وهذه، مشينا في موعد مع احد كبار المحامين انذاك اللي دابا توفى الله يرحمه، واللي كان كيدافع عن المقاومين الجزائريين في الخمسينات والستينات مع جيزيل عليمي مع سيرج مورو الى اخره. مشينا نشوفوه في المكتب ديالو في باريس اللي هو السيد جاك فيرجيس. طرحنا عليه السؤال ونعطيك الجواب ديالو. سي ان hommage aussi que je lui rends. قال لي يعني في الوضع الراهن ديال الاشياء لا يمكن الغاؤها لانها معاهده دوليه، والنظام الذي سهر على توقيعها لا زال موجودا. النظام الفرنسي موجود والنظام المغربي لا زال موجود. اذا ما يسمى باستمراريه الدوله، والدوله اللي تستمر يعني توفي بكل المعاهدات التي وقعت عليها. سي سا ليتا، سي لا كونتينيتي دي زوبليغاسيون entre autres internationales. إذا بقى النظام الحالي كما هو فلا يمكن للأسف إلا انتظار المهلة ديال 2056 لا 2055. لا il faut un siècle. Il n'y a rien à faire. On va la subir أو إذا كان مادام المستفيد هو فرنسا غيجي شي إنسان ما جو نسي با دو غوش مشبع بالقيم ذات النزعة الإنسانية ويقول بأنها الدول التي استعمرناها يعني كليناها حتى النخاع سنوقف كل المعاهدات التي تستغل هذه الدول. سابوسفير، ولكن من جانب الفرنسي من جانب المغربي c'est pas possible. C'est toujours le bénéficiaire qui peut abroger une loi internationale. يستفد منها يقول لك صافي انا هذا الشيء لا يطاق غنوقفوا هذه المعاهده. وشفنا الاشتراكيين وصلوا للحكم فرنسا انه غيان ابروجي ما عمرو حيدوا شي حاجه. وتتالت الاحزاب اليمينيه الى اخره. في هولندا تحت هولندا ما وقع والو. سو فرانسوا ميتيرون واحد المجموعه ديال الشخصيات مغربيه كانت معارضه انذاك قال لك علقنا امالا كبيره على اساس ان لابوليسيون ديال المعاهده ديال اكسليبان ما دار والو السي فرانسوا ميتيرون رغم انه بقى 14 سنه في الحكم. اذا الحل الوحيد ودائما على حساب جاك فيرجيس هو تغيير منظومه الحكم. هذا دير يفوز ديباغاسي دو ريجيم. اذا ملي تتبدل المنظومه الحكم كلها كاع لي زوبليغاسيون سو ريجيم فيزافي دو موند اكستيريور كطيح. ما يسمى في المعاهده ديال فيينا تابولا رازا، دونك لا طابل غاز، يعني كتبدا من جديد تقول انا لا اتحمل ما وقعه نظام
اللي كان بالنسبه لنا عدو، اللي كان مغتصب، اللي كان مضطهد الى اخره الى اخره. نحن لا يلزمنا ما قام به. السلبهم اللي كتوقع يعني ثوره. هذا هو الحل الوحيد، والا يجب ان ننتظر كما قلت لك 2055. دونك يغيست انكور بريسك اش غنقول لك 31 سنه على ما اعتقد ولا ما عرفت، باش يعني تنتهي هذه المعاهده. ولكن من غير هذين، يعني من غير هذا الحل الثاني، وهو ان التخلص من هذا النظام المخزني يعني بطريقه يعني نهائيه، لا يمكن التخلص من معاهده اكس لبنان للاسف. كاينه هناك اتفاقيه سريه اخرى مع اشخاص وحدين اخرين اللي كيحميو كذلك النظام المغربي مؤخرا. كتهضري على التطبيع مع الكيان الصهيوني. ماذا تقول على أستاذ محمد الفتيلي؟ شوف، في ما يتعلق بالحمايه اون جينيرال، غنقول لك لي زيفي ديال الحمايه. الا كتذكري النهار اللي كانت الاحداث ديال حراك الريف، ماكرون جا في زياره الى المغرب ونظمت له مأدبة عشاء في القصر ديال محمد السادس بالرباط. لي ميكرو كانوا مشعولين، جو نسي با بوركوا. محمد السادس جا في اتجاه ماكرون قال له اون ا بوزوان دو فو. ماكرون قال له نو فوز انكيتي با اون فا فوز ايدي. اون ا بوزوان دو فو، الاخر كيجاوبو اون فا فوز ايدي. يعني ماذا يعني هذا؟ المغرب حاليا غير قادر على اخذ القرارات ولو لترتيب البيت الداخلي. عندك حراك، عندك مشكل، تظاهرات عاديه سلميه في شمال المغرب، باش تمشي تفاوض مع دوك الناس وطلبهم يديروا لجنه يجيو يتفاوضوا وتسمعهم الى اخره، يعني استنجدت بفرنسا لمشكل داخلي. بوكو على ليميت يكون عندك المشكل مع شي دوله اجنبيه الى اخره وما قادرش عليها وما عندك السناحيتو، تو بو دوموندي دو ليد على فرنسا. الا ما كنتيش قادر ترتب حتى بيتك الداخلي، وخاصه تظاهره سلميه ما فيها لا الحجر لا السلاح لا هادي، اذا هنا كيبين على لا فراجيليتي وعلى لا فولنيرابيليتي ديال هذا النظام. هي من علامات بدايه النهايه ديال هذا النظام. هذه مساله خص الانسان ياخذها بعين الاعتبار ويشوفها يعني عن قرب. فيما يتعلق بالكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني ولا يهمه احد، تهمه المصالح الشخصيه العليا ديالو. تنطبق عليه المقوله ديال دوغول: في السياسه لا يوجد اصدقاء، في السياسه يوجد الا المصالح، توجد الا المصالح. Les sionistes courent derrière leurs propres intérêts. كاينش زعما غيدافعوا على فرنسا ولا يدافعوا على هادي ولا يدافعوا على هادي ولا يدافعوا على. Il y a un volet secret mais qui n'est plus secret دابا. كان هناك يعني واحد الشق سري في معاهدة أبراهام التي وقعها المغرب كي ينزع الاعتراف ديال إسرائيل بصحراء المغرب. ودابا الا مشيتي في هذه اللحظه اللي كنهضر معاك الاخت الدنيا، الا مشيتي على لو سيت الموقع ديال وزاره الخارجيه الاسرائيليه، غتلقى الخريطه اللي موجوده على هذا الموقع هذا ديال المغرب ما فيهاش الصحراء. قالوا لك سيدي بهذه المعاهده ديال ابراهام غادي تكون عندنا صفه قنصليه امريكيه في العيون، غتكون عندنا قنصليه اسرائيليه في العيون. لازلنا ننتظر. معاهده دازت عليها 4 سنين دابا، دازت عليها 4 سنين. الدولة إسرائيل يمكن أن تعتبر أو تنعت بالمارقة
ولكن اذا كان يتعلق الامر بمصالحها كتقبل داك الشيء. كنقول لها تخترقين القانون الدولي، ما يعني لا تحترمين القانون الدولي، كتقول الشعب ديالها سي با غراف، هذا من اجل مصلحه اسرائيل. ولكن ان تعتبر كدوله مارقه من اجل دوله اخرى، هذه والله ما ديرها اسرائيل. غتمشي يقولوا لي اش داك التين اعترفتي في الصحراء، الصحراء راه مازال على طاوله اللجنه الرابعه ديال الامم المتحده، شدك تما دخلك تما. هذا هو المنطق الاسرائيلي. Je joue le voyou pour mes propres intérêts, mais je ne jouerai jamais le voyou pour quelqu'un d'autre. عندهم هذا المبدا ما يتوسخش عليك، صالحو يموت عليهم، مي باش يمشي يتوسخ على المغرب. وهذه المساله، هذه العقليه ديال المغاربه ما فهموهاش. ولكن الحاجه اللي تورط فيها المغرب، وهذا واحد المجموعه ديال يعني واحد المواقع فلسطينيه الى اخره، يعني تري سيريوز اون تيرم دانفورماسيون. هاد الوقيته اللي تنهضر معاك الاخت الدنيا، 4000 جندي مغربي يقتلون الى جانب الجنود الاسرائيليين في غزه. هاد الفتره هذه بموجب معاهده ابراهام، 4000 soldats marocains assassinent des Palestiniens innocents, enfants, vieillards, femmes في غزه بموجب معاهده ابراهام. هذا هو النظام المخزني. اذا هنا كيتبين لنا راه المساله ماشي قضيه الصحراء، راه ما وقعوش على قضيه الصحراء، وقعوا الاستمراريه ديال هذا النظام المخزني. راه الايام ديالو معدوده، النظام المخزني ايامه معدوده. لهذا كان يقول غنوقع مع اسرائيل، غيكون عندي الدعم ديال الايباك اللوبي الصهيوني المتواجد في امريكا، اذا مباشره غيكون عندي الدعم الامريكي، اذا غنضمن الاستمراريه ديال المنظومه السياسيه المخزنيه في المغرب. هذا هو الهدف. الصحراء اتجه المغرب 75 كذلك لحمايه النظام المخزني، لابعاد الجيش من المغرب الذي قام بانقلابين ديال 71 72. واراد الحسن الثاني ان يتخلص من الجيش ويبعد الثكنات من داخل الوطن ويدوم بعيد للصحراء، يعطون فين غيتلهاو. النظام يفكر بعقليه الاستمراريه وبمفهوم الاستمراريه، ولا يفكر ابدا بمفهوم المصلحه ديال الشعب المغربي، ولا بسميتو بالوطنيه، ولا هذيك غير خرافات على التيك توك. لو كان المغرب كان الهم ديالو هو الصحراء الغربيه، لماذا لم يطالب اسبانيا في 56 لما كان يتفاوض مع على استقلال يعني المغرب ديال الشمال، لماذا لم يطالبها كذلك ان تنصرف من الصحراء؟ شنو كان في البرنامج؟ كان الشمال بدون سلطه ومليليه، كان سيدي إفني وكان طرفايه. لم تكن هناك الصحراء الغربيه في الجدول ديال المفاوضات. لماذا؟ اذا كنت كتعتبرها مغربيه وان هناك وصول وان هناك وصول البيعه وان المغرب الشاغل ديالو هي المصلحه المخزن، نقول المصالح ديالو الاقتصاديه والاستمراريه ديالو في الحكم، لان الاستمراريه ديالو تمكنه تكريس الوجود ديالو في المغرب، ويعني وجني الثمار ديال المصالح ديالو. فوالا يا با دوطخ اكسبليكاسيون. استاذ محمد، تقدر تعطينا خلاصه ديال هذا الشيء وكلمه اخيره للشعب المغربي ولا الناس اللي كيشوفوا فينا دابا؟ اش بغيتيني نقول لك بالنسبه للكلمه الاخيره للشعب المغربي؟ بان ما كاين حتى شي حاجه اللي كتجي بدون تضحيه. يعني المساله للاسف يعني خص يستوعبها الشعب المغربي ويعرف بانه اذا اراد يعني ان يصل الى كرامته والى حريته وان يعيش عيشا كريما وشريفا، لا بد من التخلص من هذا النظام المخزني اللغزي الذي يعني شرد ابناء هذا الشعب، هجرهم، اللي ما هجروش اعتقله، ونظام يعتقل الشيوخ والعجزه ديال البلاد اللي كندخلوا في هذا النفق هذا. يعني ماذا يريد ان يبرر اونكور
يعني اي حاجه يمكن غادي يقنعنا بها هذا النظام المخزني حين تضع وراء القضبان رجل تجاوز 80 من عمره، رجل خدم هذا الوطن وخدم حتى هذا النظام، كان وزيرا في حكومته، كان برلمانيا، وكان من ابرز ومن اذكى المحامين اللي عرفهم المغرب، اللي ساهم يعني في تنوير العداله في المغرب الى اخره، وتلقي به وراء القضبان. اذا انا اقول لكم يا ابناء الشعب المغربي، راه بكل صراحه ما بقى لكم غير ماشي الصبر وصافي، وانما بقى لكم كذلك الكفاح ثم الكفاح. بقى لنا المقاومه. شوف انا غنرجع شويه لواحد فتره معينه ديال تاريخ المغرب، وخاصه ما وقع في فرنسا فتره معينه اللي هي الحليف الاساسي ديال النظام المغربي. في واحد الوقيته معينه كانت هناك معارضه في الخارج، فرنسا، بلجيكا، هولندا، المانيا، سويسرا الى اخره، واحد المجموعه ديال النخب معارضين حاولوا ان يخلقوا ديناميكيه على اساس تنديد بهذا النظام والمطالبه باطلاق سراح المعتقلين السياسيين. على ليبوك كانوا فيهم الناس ممر ديال قلعه مكون، اكلاز، قنيطره الى اخره. كان عندنا يعني بعض المرات معتقلات اللي كانت سريه، لم يكن احدا يعرف بوجودها الى اخره، ولكن بتيتا ظهرت الوجود. غادي توقع ديناميك، وغنطلبوا لواحد المجموعه ديال المفكرين ومثقفين فرنسيين مثل جيل بيرو الى اخره انهم يكتبوا كتب للتنديد بهذا النظام. ومن بدأ في هذا السياق كان جيل بيرو بكتابه المشهور صديقنا الملك نوتخ امي لو، ومن بعد جا موراه مومن ديوري بكتابه الشهير اللي يخلق له مجموعه المشاكل، تم طرده الى الغابون في واحد الفتره معينه، وبعد تم الارجاع ديالو اللي هو اكي ابارتيان لو ماروك، من يملك المغرب. وبقات هذه الديناميكيه مستمره بواحد الطريقه لا يمكن ان يتصورها الانسان، الى ان قرر الحسن الثاني، لان كان عارف راسو غيموت، قرر ان يدخل في مفاوضات مع اليسار المغربي، وخاصه مع عبد الرحمن اليوسفي، لخلق ما يسمى بالانتقال السياسي بينه وبين ولده، ما بين الحسن الثاني ومحمد السادس، واللي تسمات ديك الفتره ديال التناوب. ديك الفتره ديال التناوب المعارضه التي كنت انتمي اليها اللي كانت في الخارج، حنا شروط ديالنا وواحد المجموعه ديال الشروط اللي طرحناها، الحسن الثاني يعني قبلها ولباها. يعني تم التصويت على قانون العفو العام، بموجبه كل المغاربه اللي كانوا منفيين على برا دخلوا، كل المعتقلات السياسيه في المغرب بما فيها المعتقلات السريه تفتحات والناس خرجوا. تم وضع يعني الهيئه ديال الانصاف والمصالحه لتعويض كل من تضرر يعني في سنوات الرصاص من طرف هذا النظام الى اخره. واستمر هذا الامل واحد الفتره مات الحسن الثاني، وبدا يعني هذا الشعور ديال الاحساس بان التغيير قادم، الى ان فوجئنا بان النظام عاد الى تقاليده القديمه وارتضى حلته القديمه، ورجع تيستعمل نفس الطرق اللي كان كيستعملهم الحسن الثاني في الايام ديال سنوات الرصاص. اذا الحاجه اللي خصنا نتوعاوها دابا اننا نحاولوا نخلقوا جسور نضاليه مع المكونات ذات النزعه الانسانيه والمكونات السياسيه داخل المجتمعات الاوروبيه بما فيها فرنسا، اسبانيا، المانيا، هولندا الى اخره، خاصه فرنسا لان هي اللي عندها علاقات جد مهمه مع المغرب. ونحاولوا انطلاقا من هذه المكونات ديال المجتمع المدني والمجتمعات السياسيه اننا نضغطوا على نظام الحكم في فرنسا على اساس انه يغير ربما موقفه، او انه هو براسو غادي يضغط على هذا النظام المغربي على الاقل يعني دون ان بروميي طون نطلقوا الخط اللي كاينين وراء القضبان ونستمروا في النضال
ببناء جسور مع المناضلين في الداخل ديال المغرب، لانها جد مهم، لان الثوره ما غنديروهاش ضواحي باريس، ما غنديروهاش ضواحي بروكسل. الثوره ستقع في الدار البيضاء، في الرباط، في طنجه، في تطوان، في الحسيمه، في الريف، في القصر الكبير، في مراكش، يعني في هذه المدن هذه التي كان لا يحبها الحسن الثاني، كان كيكرهها ونعت اهلها بابشع النعوتات، بالاوباش، بحويجات اخرين الى اخره. لان النظام المغربي نقولها لكم بكل صراحه لن يتغير، هو نظام حربائي يغير اللون ولكن لا يغير المورفولوجيا ديالو، الشكل ديالو ما كيتغيرش، الحرباء تبقى حرباء ولكن تغير الالوان. اذا هذا هو النظام، لان الذين كانوا يؤمنون بانهم سيغيرون النظام من الداخل كي قال خالد الجامعي، يعني النظام يكيف ولا يكيف، وهذوك الناس اللي كانوا كيامنوا راه استعملوهم بحال الكلينكس، مسح بهم ولحهم، مع اللي ما بقات عنده غرض فيهم لحهم. وهناك من بعض الناس اللي كانوا خدموا هذا النظام هذا لما انتهت صلاحياتهم بعض المرات القى بهم في السجون. هاد الناس هادو دابا اللي مشدودين على المخدرات، هاد ما يسمى باسكوبار الصحراء، وهاد المسؤول الجهوي ديال وجده، وهاد المسؤول ديال النادي ديال الوداد البيضاوي الى اخره، أتظنون أنهم كانوا لا يعرفون يعني المسؤولين ديال النظام المخزني؟ جاب لكم الله ما كانوش تيخدموا معاهم، جاب لكم الله ما كانوش كيتقاسموا الأرباح ديالهم معاهم؟ أنا أعتقد سي. ولكن في الأخير لما جاءت ضغوطات من أمريكا على النظام المخزني أنه باش يوقف هذه العصابة ديال يعني تجار في المخدرات نحو المناطق ديال افريقيا ما وراء الصحراء، المغرب يعني خضع لهذه التعليمات اللي جات من امريكا وادى يعني الواجب ديالو، وحتى الطريقه باش دارها يعني في اختراق يعني كبير للقانون، لان الطريقه باش تتم الاعتقالات والاحاله ديالهم امام القضاء كان خارق في خروقات للقانون. باش نقول لكم بعض المرات يعني تحت الخوف، تحت الضغوطات، سو لو ستريس، النظام المخزني ما تحترم لا قانون لا 16 التمعه ديالو، لان هادو كلهم كانت عندهم مسؤوليات سياسيه. اول حاجه كان خصو يديرها قبل ان يحيلهم الى القضاء، كان خصو يطالب برفع الحصانه ديالهم السياسيه. هذا مسجل في القانون المغربي، ماشي انا تنقولها، راه القانون المغربي فيه هادشي. اذا كان شي برلماني دار شي خطا جنائي ولا شي حاجه، الطالب الهيئه السياسيه اللي كينتمي ليها انها ترفع عليه الحصانه وعاد يتقدم للقضاء. لم يكن ولو شيء من هذا القبيل. هذا باش نقول لكم دوله احتراف، دوله ماشي احترافيه، يعني سي سان بي اماتور في كل شيء. وصلتي لواحد الحاجه اللي هي جد مهمه في الدنيا، بان هناك قوانين مغربيه وهو قانون الجنسيه البند 15 اللي تيقول لك اي واحد خدا السلاح باش يدافع على بلد اخر اللي من غير بلده تسقط عنه الجنسيه. toute personne d'origine marocaine détenant la nationalité marocaine qui a servi sous le drapeau d'un autre pays perd sa nationalité. بند 15 ديال قانون الجنسيه المغربيه. حتى الصهاينه اللي تيرجعوا للمغرب كلهم داروا التجنيد الاجباري، كلهم خدموا في الاراضي المحتله، خدموا في غزه، خدموا في جنوب لبنان، خدموا في الجولان، خدموا في هذه. اليوم ترجعوا لهم الجنسيات ديالهم وحتى الاملاك ديالهم. اين احترام القوانين اللي صوت عليها المشرع المغربي واللي خص الدوله او المؤسسات ديال الوطن انها تحميها؟ لا تطبق. وبالالوف تيرجعوا دابا، تيرجعوا ودايرين طلبات على اساس ارجاع الجنسيات ديالهم. اذا نحن لسنا امام دوله، ولسنا امام حكومه، ولسنا امام نظام سياسي، نحن امام عصابه، نحن امام مافيا. فوالا وانتهى الكلام. وملي كتكون امام المافيا الشعب المغربي عارف اش غيدير. هادشي اللي يمكن لي نقول. شكرا.
شكرا جزيلا أستاذ محمد زكريا على هذه المعلومات القيمة اللي أعطيتينا. شكرا مرة أخرى لك. شكرا.